الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة، وهذه هي خريطة أماكن سقوط الأمطار. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا تحذيريا عن حالة الطقس المتوقعة بداية من الثلاثاء القادم 20 من أكتوبر إلى الحد 25 أكتوبر 2020، ومن المنتظر أن تشهد البلاد اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر وحتى يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. وأكدت الأرصاد الجوية حيث تسقط الأمطار يوم الثلاثاء 20 أكتوبر تكون متوسطة على السلوم وسيوة ومطروح والضبع، وتكون خفيفة على الإسكندرية. ويوم الأربعاء 21 أكتوبر تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية، السلوم وسيوة ومطروح والضبع والإسكندرية، ومناطق من الوجه البحري البحيرة وكفر الشيخ، وتمتد متوسطة على باقي محافظات الدلتا. وأكدت الأرصاد من يوم الخميس 22 أكتوبر إلى الأحد 25 أكتوبر تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية، السلوم وسيوة ومطروح والضبع والإسكندرية ورشيد ودمياط، ومناطق من الوجه البحري البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية، ومدن القناة بورسعيد الإسماعيلية والسويس والسواحل الشرقية للبلاد، وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، تمتد من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد الفيوم وبني سويف والمنيا. وتبعت الأرصاد يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات اعتبارا من يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر على السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد. وعن القاهرة الكبرى، القاهرة والجيزة والقليوبية، فمن المنتظر أن تشهد القاهرة الكبرى يوم الأربعاء 21 أكتوبر أمطار خفيفة إلى متوسطة، واعتبارا من يوم الخميس 22 أكتوبر وحتى الأحد 25 أكتوبر تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا. يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 4 إلى 5 درجات. نتمنى لكم السلامة دائما، طبتم وطابت أوقاتكم، وتوخوا الحذر أثناء هذه الأحوال الجوية السيئة، ونتمنى السلامة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.